المغرب ما تعرفش تنظم بطوله، لازم الاتحاد الافريقي يستبعد المغرب من تنظيم افريقيا. لعيبه الجيش الملكي راحت تتعارك مع لعيبه النادي الاهلي عشان يداروا منهم الالات الحاده والحكم ما يشوفهاش. ليه لاعب كوره رايح يفرح ملايين يتعور التعويره دي ويرجع بيته زعلان وعيلته كلها واهل بيته زعلانين عليه؟ احنا دلوقتي ما بنتكلمش في فنيات ولا بنتكلم في اخطاء لعيبه، بنتكلم في اخطاء شعب كامل. دولة المغرب مش عارفه تسيطر على الجماهير ولا على الناس. لما تبدا الاول بتحديف ازايز ميه وبعد كده تنتهي بالات حاده يبقى دي كارثه. كانت مباراه النادي الاهلي والجيش الملكي 1-1 ارض المغرب. الاجواء اللي انا شفتها دي وركله الجزاء الحرام اللي خدها الجيش الملكي، التعادل بطعم الفوز. انا مش عارف يا جماعه ليه كله بيعمل مع الاهلي كده؟ ليه كميه الازاز الميه دي والاكشن؟ ليه يا جدعان؟ ده ماتش كوره يعني. وائل جمعه بنفسه قال في الاستوديو التحليلي الجيش الملكي جاب هدف في يانج افريكان وما اتحسبش. انت النهارده جاي تعوض الجيش الملكي بركله الجزاء من وحي الخيال. وغير كده همشي معاك واقول لك ركله الجزاء يا عم صحيح، ركله الجزاء لما اتلعبت كل اللعيبه دخلوا في ال 18 المفروض تتعاد او تتلغي. انا كل ماتش بره ملعبي بتظلم ليه؟ يعني ايه السبب اللي انا كل ماتش العبه في دوري ابطال افريقيا وكمان من غير فار؟ يعني انت ولا جايب لي فار ولا جايب لي حقي. الحمد لله ان انت عندك مدرب شخصيه، الحمد لله ان هو نزل ومركز في الجيم. نزل بين رمضان اول لمسه عمل اسيست لتريزيجيه جول. انت دلوقتي 4 نقط متصدر المجموعه. يا جماعه والله العظيم رعب يا جماعه، الملعب كله ازايز. وكمان ايه السكينه اللي هم جايبينها دي؟ انا مش فاهم حاجه. انا رايح العب كوره ولا رايح اتحارب ولا في ايه يا جدعان؟ مش ما كانش ماتش كوره ده يعني. لا ما هو اكيد ده مش ماتش كوره اللي يتحدف فيه سكينه معجون على اللعيبه وكورتين في الملعب كل واحد بيلعب بكوره، خناقه ما يعلم بها الا ربنا ولا كاننا في حاره. يا سيدي ما لو انت ما خدتش بالك فاللي اتحدف على مصطفى شوبير في وسط الازايز اللي بتتحدف دي كانت سكينه معجون والله. وليد صلاح الدين رفعها بعد ما كان في خناقه اصلا لعيب الجيش الملكي لا لعيب من الاهلي مسكها وراه ياخدها منه عشان تقوم الخناقه دي كلها. بالمناسبه يعني تريزيجيه ما اتعورش ولا حاجه. كل ده تقدر تتفرج عليه بشكل مفصل من خلال اللينك في البايو. لو هتسالني بسبب اللي حصل ده كله هقول لك حكم المباراه اللي حسب ضربه جزاء من وحي الخيال ان ايد اليو ديانج ما كبرتش جسمه، وبالتالي من وجهه نظري مش ضربه جزاء. مش وجهه نظري بس، ده القانون اللي بيقول كده. على كده كمان ان لعيب الجيش الملكي دخلوا منطقه الجزاء قبل تنفيذ ضربه الجزاء، عشان المحنكين اللي في المقطع اللي فات اللي بيقول لك ان اللي دخل منطقه الجزاء ده مش هو اللاعب اللي سجلها هدف. القانون بيقول ان اي حد دخل منطقه الجزاء بالفريق استفاد منها، اما يتم اعاده الركله يا اما يتم الغاء الهدف، يتم احتسابها مخالفه عكسيه للفريق الثاني. اللي حصل ده ضحك وتهريج يعني. رغم من كل الاجواء اللي لا علاقه لها بكره القدم، هدف تريزيجيه بيضمن للاهلي تعادل ضد الجيش الملكي. وهفكرك باللي عمله جمهور الجيش الملكي برضه السنه اللي فاتت ضد بيراميدز. كانت اجواء ليس لها علاقه بكره القدم اطلاقا، على عكس ما مثلا الانديه بتروح تلعب نهضه بركان، تلعب الرجاء او الوداد، المباراه بتخلص بمنتهى الشياكه وبمنتهى الحب. عايز افكرك بفرصه محمد شريف اللي ضاعت الشوط الاول، وكمان فرصه زيزو اللي كانت في القائم كانت قريبه جدا من التسجيل. لكن في النهايه ومن وجهه نظرك هل تعتقد ان تصريحات لاعبي الجيش الملكي قبل المباراه اثرت على قرارات الحكم في المباراه نفسها بضربه الجزاء والهدف؟ صافره النهايه جاءت الان. ايه يا جدعان؟ ايه يا اخوانا؟ ايه يا رجاله ما تصلوا على النبي يا رجاله؟ ايه يا رجاله؟ عبد الرزاق الجميعي محتاج يشوف له حل في ايه يا اخوانا؟ في ايه يا اخوانا؟ هو الملعب فتح جنب مصنع عزايز؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا اخوانا؟ في ما تصلوا على النبي كده واستهدوا بالله كده. وانت يا عروسه قوم اقعد هنا وانت يا عريس قوم اقعد هنا. ايه شغل الجنان ده يا اسطى؟ خلصنا من الازايز دخلنا في الكور. ايه يا عم؟ يا عم يا عم قاعد بتفرج على ماتش الجمهور بعد ما خلص كل الازايز اللي ممكن تتحدف بدأ يحدف كور. انا بحب السخونه وما عنديش مشكله مع الاجواء والحاجات الجميله، بس نلعب يا ماما افريكا، نلعب يا شباب الجيش الملكي المغربي. فيها رجاله مش كده يا رجاله، مش كده. وخلصت 1-1 في الاخر الحمد لله، والفريقين طلعوا حبايب وتراضوا وخلص الموضوع على كده. وانا بسجل الريل الناس لسه قاعده في الملعب، الحكام والامن والناس كلها عماله تتفاهم مع بعض عشان توصل. ايه يا اخوانا؟ انا اقصى حاجه شفتها في الملعب كانت كورتين. اللعيب بتاع الجيش الملكي المغربي عشان اللعبه تكمل شاط الكوره بره عشان اللعب يكمل، لقى كوره ثالثه داخله. فجاه بقى اول مره في حياتي منظر بشوفه 3 كور في الملعب. ايه يا رجاله؟ في ايه؟ لسه هنتكلم فنيات وهنحكي في الكلام ده كله وهنعمل فيديو على اليوتيوب، بس مش طريقه يا رجاله، مش طريقه. والماما افريكا حبيبتنا، يعني ايه دوري مجموعات في بطوله افريقيا مفيش فيه فار يا اسطى؟ يعني ايه مفيش فار؟ والمشكله ان ايه؟ كلا الفريقين تضرروا من فكره ان مفيش فار. ده تضرر وده تضرر، فنتعشم ان المسؤولين في الماما افريكا يبقوا مبسوطين. رغم الفضيحة التحكيمية وتمثيل لاعبو الجيش الملكي اللي يمثلوا 24 ساعة ويغطسوا في منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء طوال المباراة والتدخلات العنيفة ورمي القارورات وزجاجات الماء على لاعبي الأهلي يتصدر مجموعته. كبير إفريقيا وسيد إفريقيا يتصدر مجموعته ب4 نقاط. الحمد لله، أهم شيء سلامة اللاعبين. مصطفى شوبير اليوم أنت بطل، أنت حارس خيالي، أنت عالمي، تصدر لركلة الجزاء
الجزاء. لولا الفضيحه الاخرى، يعني غير فضيحه احتساب ركله الجزاء، فضيحه دخول اللاعبين اثناء تنفيذ ركله الجزاء، دخولهم المنطقه بالجمله، دخلوا اللاعبين كلهم. ولكن العديد من الكرات التي تصدى لها، اهم شيء هو سلامه اللاعبين، واهم شيء ان انتهت المباراه على خير، حتى لو عدت بنقطه من خارج الديار ومن ملعب المنافس، ولكن سلامه اللاعبين اهم من الثلاث نقاط. اليوم الاهلي كان قادر نعم على خطف الثلاث نقاط، هناك العديد من الكرات الخطيره. الجيش ايضا امتلك اللعب واسلوب اللعب وتوزيع اللعب، ولكن اجواء المباراه اثرت بالتالي على طريقه واسلوب اللعب حتى للاعبين. شفنا لاعبين الاهلي متعصبين ومتريحين، اللاعبين يلعبوا بنرفزه، متعصبين طبيعي في الاجواء المشحونه اللي صارت. هو اللي بيحصل ده؟ هو ده ماتش كوره ولا انا بلعب جمباز ليلي ولا ايه الدنيا؟ عشان انا مش فاهم. ماتش النادي الاهلي بيلعب الجيش المغربي في الملعب بتاعهم والجماهير، وبسم الله ما شاء الله احنا مش اول مره المغرب يلعب عندنا واحنا نروح المغرب وبتاع والدنيا حلوه. فجاه اتحولت لمهرجان ازايز. ليه؟ ما تصنعوها وترجعوها تاني بلاستيك بدل ما ترموها في الملعب. كل لعيب يجي بكوره، ارمي ازازه ارمي ازازه. الماتش تمام يا سيدي، الشوط الاولاني ماتش حلو، الكوره حلوه الصراحه ما بين الفريقين، وانت يا عم ترب ما شاء الله عليك. كمل يا ترب يا اخويا، كمل يا ابن الدنماركيين عشان ربنا يكرمنا. انا قايل لك انت راجل مندوب شحن، ووصلت النقطه، عدينا باول نقطه. مش مهم، انا مش مهم الماتش ده حتى لو كنت خسرت باللي انا بشوفه ده. ليه يا جماعه؟ ليه واحنا بنلعب على توضيب الشقه انا شايف واحد رامي سكينه معجون؟ ليه سكينه معجون؟ انت بتعمل ايه؟ هي دي اللي فاضله عندك يعني بتمعجن السقف؟ لقيتها والله ما ليها لازمه وقمت راميها، والواد رزيجيه اتعور منها، واللعيبه ايه لفت بقى وقال لك يلا نرميها. لا مش يلا نرميها. وحكم المباراه يا حكم ايه ما تخليك شويه واثبت في التقرير بتاعك اللي فيه سكينه معجون اترمت على العيال. ليه انت بتدوم وشين؟ لا ده ملعب. تعليق بسيط على اللي حصل في ماتش النهارده ما بين الاهلي والجيش الملكي. جمهور المغرب اللي رمى على لعيبه الاهلي هو فرد او فردين او 10، اللي غلط يتحاسب بس ما تاخدش ذنب واحد او اثنين او ثلاثه او 10 بدوله. التصرفات الفرديه ما تحطهاش مع شعب، ما ينفعش تقول على الجمهور كله كده. ما نفس الجمهور ده اللي لسه رافع اللفته دي، ربنا يستر على اللعيبه ويرجعوا بسلام. بيقول لك الاهلي بيدرس تصعيد كل ما حدث في مباراه الجيش الملكي من الجمهور والشغب اللي عمله والخناقه اللي دارت من اللعيبه كمان للكاف. هيكون في عقوبات مغلظه على الجيش الملكي وجمهوره. انت شايفه في الفيديو قدامك ده كل الخناقه اللي حصلت بكل كواليسها من ملعب المباراه. بدات من عند سكينه المعجون او الاله الحاده اللي اتحدفت على اللعيبه، تريزيجيه راح خدها عشان يثبتها ويوريها لحكم المباراه عشان تحصل معركه ما بين اللعيبه ويروحوا يضربوا لعيبه الاهلي عشان يلحقوا يخفوا سكينه المعجون دي قبل ما توصل للحكم او المراقب. لعيبه الاهلي يموتوا عليها بالمعنى الحرفي، توصل لايد كابتن وليد صلاح الدين اللي وراها للناس كلها عشان يجي لعيب الجيش الملكي ده يخطفها من ايده ويجري يخبيها ويخرجها بره الملعب. حصل ده كله موجود ومثبوت بالكاميرات من الكاميرا الرئيسيه بتاعه الملعب. الفيديو اللي حضرتك شايفه ده اللقطات دي بالكامل هتشوفها من خلال اللينك اللي في البايو، كمان معاها ملخص واهداف المباراه. جمهور الجيش الملكي الغريب والعجيب بالنسبه لي اللي عمل نفس اللي عمله ده قدام بيراميدز السنه اللي فاتت، عكس كل جماهير المغرب اللي احيانا فرقها بتخسر على ارضها وما بنشوفش منهم الكلام ده. شغالين حدف ازايز على شوبير وباقي اللعيبه، لكن شوبير بمنتهى برود الاعصاب راح يشرب منها. طب اللي حصل النهارده ده تفتكر ايه مصير اي فرقه راح تلعب الجيش الملكي تاني؟ ليش الجيش الملكي بالشغب اللي حصل النهارده ده بس الامم الافريقيه ممكن يحصل فيه زي اللي بيحصل ده؟ خلينا متفقين ان ضربه جزاء المفروض تتعاد. ضربه جزاء المفروض تتعاد والاهلي اتظلم فيها، انا ما عنديش مشكله ومتفق معاك جدا، بس مش هي دي نفس اللعبه اللي انت اعترضت عليها وقت ماتش الاهلي والزمالك لما ضربه جزاء عبد الله السعيد اتصدت واتعادت وانت قلت ان هي ما تستاهلش، دلوقتي بتقول تستاهل. لو انت من الناس اللي كانت بتعترض على ضربه جزاء الزمالك اظن مالكش الحق دلوقتي ان انت تعترض على ضربه الجزاء دي. طبعا كالعاده الاهلي مش هيخسر، الاهلي مش هيخسر خالص، الاهلي ما فيش حاجه اسمها عنده خساره. الاهلي بيتعادل 1-1 مع الجيش الملكي المغربي على ارضه وسط جمهوره في ماتش فعلا صعب على الاهلي. ماتش من وجهه نظري شايف ان الاهلي ما ظهرش فيه بالمستوى المطلوب، ما ظهرش فيه باداء كويس يستاهل ان هو يكسب الماتش. يعني كان كويس على فترات، لكن كمجمل الاهلي كان ممكن يخسر جدا الماتش ده عادي جدا. الاهلي قدر وسط الجمهور وسط الاجواء، والماتش فعلا صعب، اي ماتش في المغرب بيكون صعب عشان الجمهور، قدر انه يكسب نقطه. فانا شايف ان نقطه بطعم المكسب للاهلي. الاهلي كده كسب ماتش في دور المجموعات وتعادل ماتش مع 4 نقط، وكده الاهلي في المركز الاول مع يانج افريكانز ب4 نقط للفرقتين، وفي المركز الثالث الجيش الملكي بنقطه واحده بس
وفي المركز الرابع برضو شبيبة القبائل بنقطة واحدة بس، لان يانج افريكانز وشبيبة القبائل اتعادلوا النهارده، فكل واحد فيهم معاه نقطة. الاهلي اصلا خلاص يعتبر بنسبة كبيرة حسم الصعود خلاص، انت قدرت تكسب ماتش وتعادلت ماتش. الفرقتين اللي تحتك في المجموعات بقوا بعاد قوي وصعب قوي ان هم ممكن يعملوا. انا بتوقع ان اللي هيصعد من دور المجموعات الاهلي ويانج افريكانز، هيكونوا كمان بفرق كبير قوي عن الفرقتين اللي تحتهم وهم الجيش الملكي وشبيبة القبائل. جماهير الجيش الملكي مارست كل الهواه بتاعت الكوره وبره الكوره. يا راجل ده لموا شويه ازايز، لو خدت عربيه نص نقل ورحت حملتهم بعتهم تنافس ايلون ماسك على مين اغنى اغنياء العالم. كمين ما يعديش منه النمله، كمين عبد الملك زرزور ما يعديش منه، اقسم بالله. انا عايز افهم، بس عايز افهم. ليفربول امبارح مرقوعه 4-1 من شركه شحن في هولندا وفي دوري الابطال، وكان بيلعب على ملعبه. هو سيناريوهات بتاعت عكل نام في جمصه صحي لقى نفسه في تركيا دي ما بتحصلش معاكم ليه؟ انا عايز افهم. يعني الحكم ضربه جزاء وجماهير في الملعب وشماريخ ودخلات وخرجات و200,000 واحد ولا 400,000، ده المغرب كلها في الماتش. المغرب تقريبا المغرب كلها في الماتش. عديتوا من الماتش ده انتوا ازاي؟ انا مش قادر استوعب الموقف. انتوا عديتوا من الماتش ده ازاي؟ اقسم بالله في حاجات غريبه بتحصل مع الناس دي في الكوره يا جدعان. الكوره اللي نفخ الكوره اكيد اهلاوي يا جدعان. الناس دي بيحصل معاهم في الكوره حاجات يا هم بقى ما تفهمش بقى الناس دي نازلين من السما بقى ولا ما تفهم لهمش حاجه، جايين منين ولا رايحين فين. الناس دي ما بتخسرش يا جدعان. اي ماتش بيتحطوا فيه وبتراهن فيه عليهم ان هم يخسروا، ولا بقى تبقى مستني بقى ان انت الشامه واخداك بقى والاهلي هيخسر وبتاع. الناس دي بتعدي وربنا من النار. الناس دي بتعدي من النار كده من غير ما تتحرق. عايز افهم ازاي مش اي فرقه النهارده في الاجواء بتاعت الجماهير دي تتصلها 4 مرتاح، 4 بالراحه، ويروحهم يبقوا مبسوطين ان هم طلعوا من الملعب زي ده. انتوا بقى اتعادلتوا ازاي مع الناس دي وحكم وجماهير وفوزي الاقرع ولا فوزي الاقجع والدنيا بايظه؟ ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ مش كده يا جدعان. انتوا هتاخدوا من الدنيا كل حاجه. يعني انتوا هتاخدوا من الدنيا لعيبه، وهتاخدوا من الدنيا نتائج، وهتاخدوا من الدنيا بطولات. وسبحان الله المدربين بيجوا لهم فكهنيه، وربنا بيجيبوا مدربين من ما بين كل 2 مليون مدرب تلاقي واحد معتوه، والباقي كلهم بيموتوا. تلاقي كورتهم غريبه. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ وربنا مش قادر استوعب في ايه يا جدعان بامانه يعني.